طبعا مع يعني اقتراب غلق فترة القيد وفترة الانتقالات الشتوية. انتقالات كتير بتحصل في الدوري المصري، معظمها ملهاش اي لازمة، ولا الفرق محتاجاها ولا المدربين طالبينها ولا اي حد مستفيد منها الا وكلاء اللاعبين فقط. مجموعة من العصابات بتدير كرة القدم في مصر، بقول لكم حقه حقيقي. مجموعه من العصابات المتمرسه بتدير كره القدم في مصر وبتجني الملايين من انتقالات اللعيبه كسر للانديه المصريه. وعايز اقول لكم يعني انا بقالي كتير بعيد عن التدريب، وبقالي فتره بعيد عن التدريب، ودلوقتي موجود مدير فني للنادي الاسماعيلي. لو اقول لكم يعني اللي بيحصل في الانتقالات والسماسره والوكلاء واللعيبه اللي ما فيش حد فيهم يستحق ان هو يلعب في الدوري الممتاز ابدا، بيتعرضوا علينا بشكل مستمر. مش هتصدقوا نفسكم، وبتيجوا انتوا تسالوا نفسكم او احنا بنسال كلنا نفسنا في انديه كبيره كتير ليه، وفي انديه كتير ليه وصلت الى مستوى الحضيض. مستوى الحضيض بمعنى الكلمه، اساسها العصابات اللي بتدير الكره المصريه. قصه حزينه جدا، وما يحدث في كره القدم في مصر ليس له علاقه بكره القدم. وعايز اقول لكم ان موضوع السماسره والعمولات في كره القدم موجود في كل حته في العالم، ولكن ليه ليميت وليه حدود. لكن في مصر النصب في الكوره على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. واصبح دلوقتي ان من الطبيعي ان لعيبه تعبانه ولعيبه كسر تتعرض على انديه كبيره، واصبح من الطبيعي ان المسؤولين في الانديه دول بقوا واخدين ان عادي، ايه المشكله ما اجيب لعيب واجربه يمكن تضرب معايا. وخلي بالكم بكلمكم في انديه كبيره قوي. فالموضوع يعني عايز اقول لكم ان انا من امبارح عندي حاله احباط كبيره جدا جدا مما يحدث، حاله احباط كبيره جدا. وبقول لكم ان العالم اللي احنا عايشين فيه والبيزنس والشغل اللي احنا شغالين فيه في كره القدم ملوش اي علاقه بالكوره ولا بتطوير الكوره. انت عندك انديه بتصرف ملايين الجنيهات على لعيبه كسر، وبعد 6 شهور بتبيعهم وتجيب لعيبه كسر غيرهم. وفي نفس الوقت الانديه دي عندها ازمات ماليه، وفي نفس الوقت الانديه دي لا بتصرف على البنيه التحتيه، ولا بتصرف على جوده الملاعب، ولا بتصرف على قطاعات الناشئين، ولا بتصرف على المدربين بتوعها، ولا بتصرف على صناعه كره القدم من الاساس. 35% من دخل الانديه رايح في جيوب وكلاء اللاعبين، ورايح في شركائهم من المسؤولين في الانديه. الموضوع واضح ما فيهوش كلام، الموضوع واضح ما فيهوش كلام. والحقيقه انا باكد لكم ان انا عندي حاله من الاحباط كبيره جدا للي شفته في فتره الانتقالات اللي بتحصل. انا بكلمكم الكلام ده خاص وفتره الانتقالات بتقفل، ودايما لما يكون ناقص 24 ساعه 48 ساعه وفتره الانتقالات تقفل، بتلاقي الهبيشه بيظهروا ويحاولوا ان هم يحطوا المسؤولين تحت ضغوط ويعرضوا لعيبه كتيره جدا عشان في النص ان انت تحاول تتلخبط. فعادي لعيب او 2 يعدوا ويعمل سبوبته ويمشي. موضوع تاني ملوش علاقه بكره القدم خالص، ولا بتطوير كره القدم ولا اي حاجه.